اليوم وصفتنا يا حبايب كبسه، بس مو اي كبسه، لا بتحداكم اذا دايقين اطيب من هيك كبسه. يا سلام، بدنا نظبطنا لقمه مدلله والضرب هون بهالكبسه حصرا بالخمسه، بنقول لها بسم الله وبنستمتع. بسم الله. انا عجزت عن الوصف. اول شيء يا حبايب سمعونا الصلاه على النبي بهديين الفضيله. بدنا ننزع طنجرتنا معلقه سمنه كبيره. بسم الله. وعلى السمنه بنخبط بصلتين كبار مقطعين ناعم. بسم الله. ومنلحهم فرن بالثلاث اسنان توم. وحمص يا معلم. صوات ننزل عليهم معلقه كبيره من دبس البندوره. وبدي انزل عليهم نص معلقه كبيره من دبس الفليفله، هي اضافه من عندي. بسم الله. تحميصتين ثلاثه، ويلي بيحب الحار ضيف له كمان فليفله. وبدنا طابتين لومي وعود من القرفه، 5 حبات من كبش القرنفل، وكذلك الامر من الهيل. وبدنا يا حبايب كم ورقه من الغار. بسم الله. ويلي بيحب البطاطا مثلي فيه يضيف له كم وحده كمان. وهلا صواقات نحمصهم تحميصه كثير مرتبه. بسم الله. ومن بعد ما حمصناها تحميصه مرتبه روايح وصلت لسابع جار، صوات ننزل عليهم نص كيلو بندوره معصوره فريش. بسم الله. وبالنسبه للبهارات، اذا عندكم بهارات كبسه جاهزه ومرتبه ضيفوا معها معلقه، واذا ما عندكم بتحطوا نص معلقه صغيره من فلفل البودره ومعلقه صغيره من الكاري مشان نظبط اللون. بدنا معلقه صغيره من الفلفل الاسود. بسم الله. ونص المعلقه من كزبره يابسه، كذلك الامر من الكمون. بسم الله. ونص المعلقه كمان من الزنجبيل. وبالنسبه للملح اكيد حسب الرغبه. وهلا لازم نخلطهم خلطه كثير مرتبه. يا سلام على ريحه البهارات بتجنن. وهلا صوات ننزل فخارنا على التتبيله ونحمصهم كثير منيح، بدنا نخليهم يتنغنغوا نغنغه بالتتبيله. بسم الله. حمصناهم تحميصه مرتبه وصوات نغمرهم بالمي، ونخليهم 3/4 ساعه لحتى يستوي الدجاج معنا كثير منيح. وهلا الدجاج استوى عنا، وبدي اسحبه كله على صينيه فرن. بسم الله. وما بدهم غير كم رشه زيت زيتون ونبعته على الفرن لحتى ياخذ لون حلو. بالنسبه للمره هون يا حبايب بدنا ننزل عليه بكاستين رز بسمتي منقوعين ومغسولين كثير منيح. بسم الله. حركتين ثلاثه على الخفيف، وبنقدر المرقه بحيث ما تتجوز الرز بسنتي واحد. وهيك المقدار المي عندي كثير ممتاز. هلا وصلنا لها حتى تبلش تغلي، وبعدين بنغطي عليها ونخليها على نار هاديه لمده ثلث ساعه. بسم الله. وهيك كبستنا صارت جاهزه يا حبايب، وصلوات نسكبها. يا سلام. وهلا بنصف عليها دجاجاتنا المقمرين. يا عين. وهيك كبسه مدلله يا حبايب لازم تدلل كمان بالكاجو. بسم الله. وشويه زبيب على الاطراف يلي بيحب ياكل معه.